وافق نجم الهلال على الانتقال بشكل نهائي إلى نادي اتحاد جدة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. كشفت تقارير الصحافة السعودية في الساعات الماضية عن انتقال حارس الزعيم عبد الله المعيوف إلى صفوف نادي الاتحاد، وسيتم الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة. وكان العميد قد دخل في مفاوضات في الأيام الماضية مع المعيوف، وذلك عقب تعاقد الزعيم مع الحارس المغربي ياسين بونو لتعويض رحيل مارسيلو جوهري المحتمل. وفقا لما ذكر في تقارير صحيفة اليوم السعودية، فإن الحارس عبد الله المعيوف قد وافق على الانتقال إلى العميد بسبب تجاهل إدارة الهلال إلى عملية تمديد عقده، حيث ينتهي عقد المعيوف في صيف 2024. لذلك طلب من إدارة الزعيم تمديد عقده لمدة 3 مواسم، وتجاهلت طلبه في الوقت الذي دخل الاتحاد في مفاوضات جدية معه. وعلى جانب آخر، يستعد الاتحاد والهلال لمواجهة بعضهم في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي، وذلك يوم الجمعة القادمة.